رواية واحدة فقط يتحدث بها الإمام زين العابدين عن الابتلاءات التي تعرضوا لها في الشام. وارد عندنا في الروايات أن الإمام سئل ما هي أشد المصائب كانت عليهم، 3 مرات قال الشام الشام الشام. شنو هي هاي مصائب الشام؟ يتحدث بها الإمام زين العابدين إلى النعمان بن المنذر المدائني. قال: يا نعمان، لم أرى مصيبة نزلت بنا أعظم وأشد مما نزل بنا عند دخولنا إلى الشام. وهي كلها العقيلة زينب هي عمود هذه الخيمة. فقال النعمان: وما هي تلك المصائب؟ الإمام عليه السلام ذكر له 7 من المصائب في الشام. فقال عليه السلام: إنهم أنزلوا بنا 7 مصائب لم ينزلوها بنا منذ أسرونا. يعني المفروض أن المصيبة كل ما يطول عليها الزمان تخف، لكن على أهل البيت اشتدت في الشام أكثر من الكوفة وأكثر من الطريق اللي كانوا يعذبوهم فيه. الأولى أنهم، أنا أنقل الرواية بالمضمون، الأولى أنهم أحاطوا بنا كالحلقة وسيوفهم مشهورة ورماحهم مرفوعة، وكانوا يحملون علينا فيطعنوننا بكعب الرمح، وأوقفونا على هذه الحالة حتى وصل أهل الشام بطنابيرهم وطبولهم ومزاميرهم ودفوفهم، فأظهروا الفرح والسرور والشماتة، وضربوا الدفوف والكفوف والطبول والمزامير. شلون شماتة؟ المصيبة الثانية: جاءوا بالرؤوس فجعلوها في وسط المحامل، وسط المحمل خلوها عند من وعند النساء، فجعلوا رأس أبي ورأس عمي العباس عليهما السلام أمام محمل عمتي زينب وأم كلثوم عليهما السلام، وجعلوا رأس علي الأكبر وابن عمي القاسم أمام أختي سكينة وفاطمة عليهما السلام، وكانوا يلعبون بالرؤوس. لولا أن الإمام قايل هذا الكلام احنا ما نقدر نحكي. الثالثة: كان بعض أهل الشام قد صعدوا على سطوح منازلهم، فكانوا يرمون علينا النار ويصبون علينا الماء، فأصاب عمامتي النار، وكانت يداي مغلولة إلى عنقي، فلم أقدر على إخمادها، فاحترقت عمامتي وسرت النار إلى رأسي فأحرقتني. الرابعة: طافوا بنا في السكك والأسواق. هذا التشهير من طلوع الشمس إلى وقت الغروب، وهم يضربون الدفوف والطنابير والطبول وينادون: أيها الناس
اقتلوا هؤلاء الخوارج. يعني خوف متلازم، ما يدرون في أي ساعة، في أي لحظة، في أي ثانية. واضربوهم فليس لهم أي حرمة في الإسلام. الخامسة: أنزلونا من النياق وربطونا بحبل واحد، وجعلوا يدورون بنا على بيوت اليهود والنصارى، ويقولون لهم هؤلاء أهل بيت قتلوا آباءكم وهدموا دوركم. يحرضون هؤلاء عليه، فانتقموا منهم وسكنوا نيران غضبكم وضغائنكم. يا نعمان، الإمام يقول: فما بقي أحد منهم إلا وقد ألقى علينا من التراب والأحجار والأخشاب ما أراد. السادسة: يا نعمان، أخذونا إلى سوق النخاسين وجعلوا ينادون علينا ليبيعونا إماء وعبيدا، فما جعل الله لهم ذلك. منهم يملكون الولاية التكوينية على الأشياء. لاحظوا السلطة اللي الله عز وجل منطيهم، وصبروا وما استخدموا هذه السلطة. السابعة: أنزلونا في خربة لا سقف لها، لا تحمينا من حرارة الشمس ولا برودة الليل، وما قر لنا قرار من الجوع والعطش وخوف القتل. لذلك الإمام شو يقول؟ يقول الشام